شو اللي صار بمسلسل ليل الحلقة 82؟ الأحداث قلبت فوق تحت وعادل ووقع بمأزق كبير بعد ما جنى ورطته بطريقة ما كانت بالحسبان. بعد خروج يارا من المستشفى الكل كان متوقع الأمور تهدى شوي، لكن اللي صار كان العكس تماماً. عادل كان مفكر إنه رح يضغط على جنى حتى يعرف معلومات جديدة عن نجم، لكن المفاجأة جنى قلبت الطاولة عليه. التحقيقات أثبتت وجود بصمات عادل على السلاح اللي استخدمته جنى بإطلاق النار على أخوها هشام، والأصعب إنه السلاح أساساً طلع تابع لعادل. وهون دخل عادل بمأزق حقيقي، وخلال التحقيقات حاول يبرر الموقف وقال إنه جنى سرقت السلاح من دون ما يعرف، وحتى طلب من محاميه يوصلها رسالة إذا اعترفت بسرقة سلاح رح يساعدها تطلع من الحبس. بس القصة ما وقفت هون. نجم ونبيل اكتشفوا إنه عادل هو السبب باختفاء أوراق المناقصة، وبلش نجم يدور على حل بأي طريقة، حتى استعان بأخته هيا وعلاقاتها القديمة عشان يقدروا يطلعوا خطاب الضمان بالمحاولة الأخيرة. أما الصدمة الحقيقية نتائج تحليل DNA كشفت مفاجأة قلبت كل التوقعات. طلعت ريما هي أخت عادل اللي ضل يدور عليها طول السنين. وبنفس الوقت يارا طلعت من المستشفى لكن لسه فاقدة جزء من ذاكرتها وما بتتذكر تفاصيل كتيرة من اللي صار، وحتى خبر وفاة أخوها نورس لسه مو واضح بذاكرتها. يعني السؤال هون، هل جنى فعلاً رح توقع عادل؟ وشو رح يصير بعد كشف سر ريما؟ اكتبوا لنا توقعاتكم للحلقة الجاية يا فاير.